كنا بنيجي نحلي الشاي نحليه بالجلاب. الجلاب ده نتاج مصانع السكر، حاجه كده حط كده عشان تعملها بدل السكر. وكنا عايشين، كان عندنا ايمان بالبلد واحساس بان مصر هتقوم مره تانيه. نقدر احنا نتحمل، لكن البلد لا تتحمل النكسه او الهزيمه. فكان عندنا تصميم ان احنا لازم نبني بلدنا ولازم نعيد بناء جيشنا. وصرخنا يومها وغنينا واتكلمنا وقلنا لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. ولما عبد الناصر اتهزم في 67 الشعب المصري رفض الهزيمه وطلع في 9 و10 يونيو وقال هنحارب مش خايفين، هنحارب. ايه الشعب اللي عايز يحارب ده؟ والجيش الاسرائيلي على بعد حوالي 100 او 100 وحاجه كيلو متر من القاهره، ومع ذلك يخرج عبد الناصر ويقول انا معاكم هنا ومش هسيب البلد وولادي عايشين معاكم هنا وهنفضل وهننتصر، ويطلع على منبر الازهر. ده تاريخ محدش يقدر ينساه ولا يقدر يطوي صفحاته. ده حب مصري في الجينات، ده دم جوانا، لا محتاج ثقافه ولا فكر ولا قرايه كتب. ده شعور تلقائي يقدر يعمله اي مواطن مصري بيحس بالبلد وبيخاف عليه وبيتحمل كل الظروف الصعبه مهما كانت عشان تفضل مصر هي مصر بحدودها اللي موجوده من 7000 سنه. والشعب المصري شعب ما حدش يقدر يزايد لا على وطنيته ولا ذكائه ولا فهمه ولا وعيه. اكتر شعب بيتعرض دلوقتي لحملات اعلاميه مسمومه، ضخ اعلامي ما حصلش ضد الشعب وضد الوطن وضد رئيس الدوله. اللي بيتعمل ضد السيسي من هذه القنوات والجهات واجهزه الاستخبارات الدوليه والاقليميه ومن داخل مصر ومن خارج مصر ما حدش يقدر يستحمله. لكن اللي عنده ايمان بالبلد دي بيستحمل لانه بيراهن على المستقبل. في ناس كتير جدا وطنيين اتهموا في يوم من الايام بانهم كانوا بينقصوا بوعودهم وكانوا ضد الشعب وكانوا. عبد الناصر تحمل كثير من هذه الحملات، ولما مات كان في ضخ اعلامي عبد الناصر ديكتاتور وعبد الناصر كذا عبد الناصر. لكننا دوما عندما نشعر ان البلد في ازمه ياخذنا الحنين الى جمال عبد الناصر. ليه؟ الاخلاص، الوطنيه، الاحساس بالبلد، بالعزه، بالكرامه. مهما قالوا مفيش حاكم ما بيخطئش، مفيش ظروف بتساعد اي حاكم على ان يمضي كما يريد. اوضاع ومؤامرات داخليه وخارجيه تقف في كثير من الاحيان عقبه، لكن كلما نحتاج الى الخروج من ازمه نخرج رافعين صور جمال عبد الناصر. هذه الذكريات التي نتوارثها حتى الشباب الجديد، حتى الاجيال الجديده. لماذا؟ لانه بشعر فيه بالعزه وبالكرامه بالوطنيه وبالقوميه العربيه. تمضي الايام نتعرض لازمات ونكسات ومشاكل كثيره، وتاتي احداث 25 من يناير. شفنا كان غرض الشعب المصري عظيم، عاوز اصلاح وعايز تغيير، مش عايز لا فساد ولا عايز استبداد، والناس خرجت بروح موضوعيه. لكن من يوم 28 يناير لما الناس حست ان اقسام الشرطه بتتحرق والسجون بتخترق وحماس بتيجي بره بدعوه من الجماعه الارهابيه، وبعد ما مشي مبارك استمرت نفس الاوضاع، نفس المشاكل، نفس الازمات، نفس الاحداث. انتقلوا من هدم الشرطه الى يسقط حكم العسكر.
لأنهم لا يريدون جيشا ولا شرطة ولا شعبا وطنيا يخاف على أرض هذا الوطن، لكن الشعب المصري العظيم قادر على الفرز. بيديك الفرصة مرة واثنين وثلاثة، بس بعد كده بياخد الموقف. ومحدش يتصور أن هذا الشعب لا يمتلك الذكاء أبدا. الأغبياء هم الذين يتصورون أن الشعوب غير ذكية فيمارسون ممارسات تصدم الناس وتفرق الجماعة وتشعل المعارك في البيوت، فتكون النتيجة أن الشعب يثور ثورة عارمة. على فكرة ده مش عندنا في مصر. تجربة ما يسمى بالإسلام السياسي طبقت في 4 بلدان: في السودان، في ليبيا، وفي تونس والمغرب، إضافة إلى مصر. السودان ثورة من 2019 أنهت حكم البشير وحكم هذه الجماعة بعد أن سقطت الجبهة القومية الإسلامية قبلها بقيادة حسن الترابي، فسقط النظام. في ليبيا لم تنجح هذه الجماعة في أن تنل أكثر من 14 صوت في المؤتمر القومي العام أو المؤتمر الوطني العام في ليبيا، فاضطرت إلى أن تحل حزب الإخوان المسلمين في ليبيا. في تونس انتخابات حرة بعد 2011 أول مرة جابوا 89 مقعد في البرلمان، انتخابات ديمقراطية. ثاني مرة في 2014 جابوا 69 صوت. ثالث مرة في 2019 جابوا 53 صوت. كلمة في الناس. في المغرب حزب العدالة والتنمية وهو أيضا حزب إخواني أول مرة جاب في انتخابات 2011 107 صوت. ثاني مرة جاب 125 مقعد. ثالث مرة جاب 13 مقعد فاتشال. في مصر الشعب كله ثار ثورة عارمة. ليه؟ هل الشعوب دي ضد أن تحكم جماعات بترفع شعار الإسلام ولا إيه الموضوع؟ ولا الناس دي بتوظف الشعار الديني الرائع بتاعنا، مسلمين أو مسيحيين كلنا نقدر أدياننا ونحرص عليها ونحافظ عليها ونسعى دوما إلى الدفاع عن الثوابت الإيمانية في بيوتنا وبره بيوتنا، لأن هناك محاولات لتوظيف الدين لصالح السياسي. أن توظف الدين لصالح السياسي وأن توظف الدين بطريقتك وبمصالحك وفقا لأجنداتك وفقا لتحالفاتك الدولية والإقليمية. هذا هو الخطر. ترفع شعار لا أنت عارف تطبقه ولا أنت صادق في تطبيقه. مثلا 80 سنة واحنا بيتقال لنا يا جماعة الاشتراكية فشلت والرأسمالية فشلت، جربوا الإسلام السياسي. قال الشعب المصري ليه ما نجربش؟ الناس دي اضطهدت كثيرا وشفناهم بيسقطوهم ازاي في الانتخابات. ما نجرب وجربنا. أنا دي رابع دورة ليا في البرلمان. زاملتهم شفتهم 2005 وشفتهم 2011 بالذات، كانوا معايا في البرلمان وكان لي أصدقاء فيهم ناس مضطهدة عارفينهم معايا في البرلمان وبنطلع مؤتمرات مشتركة واحنا ضد نظام كذا وضد كذا وضد كذا. جينا في برلمان 2011 بعد سقوط نظام مبارك وبعد الثورة 11 12 2011 2012 أنا
شفت الوجوه اللي عارفها قبل كده في 2005 وجوه تانية غريبة، هي نفسها كانت تقول بلسان والنهارده بلسان تاني مختلف تماما. أرادوا من أول لحظة من يوم 23 يناير 2012 مع أول دور العقاب توظيف البرلمان للانتقام من الشرطة والجيش. الشرطة التي قتلت المتظاهرين لابد من محاكمة كذا، لابد من تطهير الشرطة، لابد من إعادة هيكلة الشرطة، لابد من كلام غير عادي. يقول لهم يا جماعة اهدوا، ده احنا خلاص، ده احنا البرلمان والدولة عايزينها تستقر. أبدا. تطلع أحداث تخش على شارع محمد محمود ومش عارف إيه ويقول لك برصاصات في باقي الشعب، يقول لك أهو شرطة أهو بتقتل المتظاهرين. يا عم الدنيا خلصت، احنا في عام 2012. نمرة 2 توظيف البرلمان لحسابات الإخوان نفسهم. يتعمل قانون اسمه قانون الإقصاء السياسي. بلاش أحمد شفيق وبلاش عمر سليمان وبلاش أي حد كان في الحزب الوطني وحد ليه حق الترشيح. نقول لهم يا جماعة ده غير دستوري. يقول لك لا 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 احنا نمشي ده. يا إخواننا ده غلط. لا نمشي ده. جت المحكمة الدستورية العليا في 15 يونيو 2012 أصدرت حكم بحل مجلس الشعب في الوقت ده. أبدا لن نعترف بحكم المحكمة الدستورية العليا. يا إخوانا دي أعلى جهة قضائية، حكمها بات ونهائي. لا 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 لا، ده متوظف، ده المشير طنطاوي هو اللي قال لهم. ثم عندما يأتي محمد مرسي أول حاجة يدعو المجلس المنحل. يا عم إزاي؟ مجلس منحل أنت جايبه إزاي؟ ما ينفعش. لا احنا لازم نعمل كده ولازم نساوي كده ولازم نوصل كده. وقس على ذلك. هذا الامر عندما تكرر اكثر من مره ادركنا انه لا في اخلاص في رؤيه وطنيه ولا في رؤيه سياسيه ولا هناك استعداد باي حال من الاحوال لتوظيف البرلمان لمصلحه الشعب. لا، انا ازاي اوظف البرلمان لمصلحة أجندتي السياسية. بقينا نشوف كثير من المظاهر دي، كثير من هذه الأوضاع لا تؤدي إلى استقرار مجتمعي بقدر ما تؤدي إلى تأجيج المجتمع ومشاكله وأزماته. وبقينا نشوف ما يسمى بالحالة الفوضوية شغالة في البلد وكأن البلد لا يراد لها الاستقرار. طب يا جماعه احنا الاوضاع المجتمعيه بقت صعبه. الاحتياطي الاستراتيجي النقدي تآكل. مؤسسات الدوله تتآكل الواحده تلو الاخرى. لازم نشوف حل. لازم البلد تستقر. لا لا لا. يجي قبل الانتخابات الرئاسيه المجلس العسكري هيزور الانتخابات. يا اخوانا مفيش ولا حصل الكلام ده ابدا. المشير طنطاوي تعهد من اليوم الاول، هو اللي حدد اجراء المواعيد الانتخابيه في 30 يونيو، قال 30 يونيو لازم نسلم السلطه. لا مش عايزين يصدقوا. فيضطروا يأزموا الموقف ويضطر المجلس العسكري يرد. وتمضي الايام ويصدق المجلس العسكري في كل ما قال وتكذب جماعه الاخوان في كل الشعارات التي رفعتها في هذا الوقت. لما جم استلموا السلطة من أول يوم انتصار أكتوبر ده لازم نخطفه ونجيب قتلة السادات ونخليهم هم الموجودين. وكل الذين انتصروا في حرب أكتوبر من ضباط وجنود ما حدش يجي. حتى المشير طنطاوي ولا سامي عنان يبقوا موجودين أو أي حد كان له دور في حرب أكتوبر ما يبقاش موجود. كل المجلس العسكري ما يبقاش موجود. واستبعدوا الكل. وشفنا عبود الزمر وشفنا طارق الزمر وشفنا كذا وشفنا كذا وشفنا كذا. ومضت الايام وبدانا نشوف الاعلان الدستوري اللي صدر في 22 نوفمبر اللي بمقتضاه محمد مرسي خد السلطه التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه. وحصلت احداث الاتحاديه وحوصلت المحكمة الدستورية العليا في 1 ديسمبر 2012. وشفنا الناس اللي
قتلت 10 قتلوا في احداث الاتحاديه نتيجه هجمات ميليشيات الاخوان. وتدخل الجيش في هذا الوقت، لان احنا بنظلم عبد الفتاح السيسي لما نقول ان هو بطل 3 يوليو. لا، القائد العام عبد الفتاح السيسي دوره من ايام 25 يناير جنبا الى جنب مع المشير طنطاوي، وانا شاهد على ده. انا كنت اشوف ده بنفسي وغيري كان بيشوف ده، خطوه بخطوه، من اجل حمايه الدوله والحرص على المؤسسات والتعامل بذكاء واحتواء الموقف الثوري في هذا الوقت. ازاي نحتوي الناس، ازاي ما ندخلش في صدام مع الشعب، ازاي نمنع خطر التآمر على الجيش. ده كله كان اللواء عبد الفتاح السيسي مدير مخابرات حربيه جنبا الى جنب مع المشير طنطاوي في هذا الوقت، لان المشير طنطاوي كان بيعتبره ابنه، وكان جايبه من ايام ما كان مقدم ومسكه امن المعلومات في وزاره الدفاع، وجنبه واحده واحده الى ان وصل وزيرا للدفاع. فكان عارف كل حاجه. وعشان كده يوم 8 ديسمبر 2012 طلع بيان من القياده العامه للقوات المسلحه يحذر من ضرب المؤسسات ومن الخلافات التي استشرت في هذا الوقت. شوفوا هنا انت 8 ديسمبر 2012 بيان طلعه الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام في هذا الوقت، بيحذر الاخوان وبيحذر القوى السياسيه وبيحذر محمد مرسي من ضرب مؤسسات الدوله او تفكيكها او احداث ازمات فيها. لا بالعكس، كمان لما حاولوا اثاره الفتنه بين الجيش وبين الشرطه، وشفنا احداث وقعت في اسكندريه واحداث وقعت في التجمع بغرض ضرب الشرطه وضرب الجيش واحداث فتنه بينهم، جاب اللي هو احمد جمال الدين وراحوا في نادي الشرطه العام في مدينه نصر يوم 22 نوفمبر وطلعوا ايديهم في ايدين بعض في ظل وجود مرسي ووجود الاخوان. وهم الاخوان صاروا وقالوا ازاي يحصل ده؟ ما قدروش يمشوا عبد الفتاح السيسي، مشوا اللواء احمد جمال الدين في 6 يناير 2013. قال لا، ده ما ينفعش، ده حاطط ايده في ايد الجيش واحنا عايزين نفرق، فمشوه وجابوا اللواء محمد ابراهيم ظنا منهم انهم هيقدروا يسيطروا عليه، ولكنه انحاز الى الدوله ووقف معها. وعندما تروى الروايات التاريخيه عن دور الشرطه والجيش في انقاذ هذا البلد وفي مواجهه التحديات، نقف جميعا اجلالا واحتراما لهذا الدور. مضت الايام وجات ثوره الشعب المصري في 30 يونيو، وشفنا اللي عمله القائد العام مع مرسي يوم 22 يونيو او يوم 23 يونيو لما ادى مهله الاسبوع، او يوم 25 يونيو في اللقاء اللي حصل بين اللواء بين فريق اول عبد الفتاح السيسي وبين خيرت الشاطر وبين سعد الكتاتني لما راحوا يحذروه من الاسبوع. فكان قويا كالعاده وقال لهم ما تنسوش انكم بتكلموا قائد جيش مصر، واحنا لن نسمح لكم بالمساس بالمتظاهرين اللي هيطلعوا في 30 يونيو. تفاصيل الدور الامريكي في هذا الوقت واللي عملته السفيره آن باتريسون وتحذيرها للجيش من الوقوف الى جانب الشعب في 30 يونيو ورد السيسي على كل ده، يقول لنا ويكشف لنا عن حقيقه دور الجيش المصري ودور الشرطه المصريه في حمايه بلدنا وحمايه شعبنا وحمايه المتظاهرين في 30 يونيو. اخطر الاحاديث في تقديري هي التي جرت يوم 1 يوليو ما بين محمد مرسي وبين الفريق اول عبد الفتاح السيسي بعد احداث 30 يونيو. طلب محمد مرسي لقاء مع الفريق اول عبد الفتاح السيسي في حضور دكتور هشام قنديل رئيس الوزراء. ذهب الفريق اول عبد الفتاح السيسي، ده يوم 1 يوليو 2013،
بعد ثورة 30 يونيو بيوم واحد. قال محمد مرسي: يا سيادة الفريق السيسي، الجيش والشرطة ما وقفوش معانا. فسأل الفريق السيسي: يعني ايه؟ قال له: يعني انتوا سبتوا العيال البلطجية يطلعوا في المظاهرات ويشتموا رئيس الجمهورية والجيش بيحميهم والشرطة بتحميهم، وأنا محمد إبراهيم ده هشيله همشيه. فقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي: موقفنا واضح، جيش مصر وشرطة مصر مش تابعين لرئيس الجمهورية، دول تابعين للدولة المصرية، وحضرتك رفضت الاستجابة لمطالب الشعب المصري المتمثلة في تغيير الحكومة وإعادة النائب العام الشرعي إلى مكانه وإجراء التعديلات الدستورية التي يطلبها الشعب وإجراء استفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة. قال له: مفيش حاجة اسمها استفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة، أنا رئيس الجمهورية الشرعي. قال له: لكن الشعب المصري طلع أكثر من 33 مليون رافعين شعار ارحب. قال له: لا تشوف، ده الجارديان البريطانية كتبت بس 120,000، وهي يعني 120,000 إلى جانب أكثر من 90 مليون مصري. أنا رئيس الجمهورية. فقال القائد العام عبد الفتاح السيسي: احنا ملناش مصلحة، احنا عايزين استقرار البلد، والجيش مش عايز سلطة، لكن الجيش بمقتضى الدستور يحمي أمن هذا البلد ويحمي الشعب المصري. قالوا: الكلام ده اللي انت بتقوله هتدفعه ثمنه. فقال الفريق اول عبد الفتاح السيسي: دي رسالتنا واحنا بنحذر من خطر الفوضى في البلد. البلد مقبلة على حرب أهلية، والأفضل لك أن تخرج للشارع وتقول أنك تقبل بالانتخابات الرئاسية المبكرة، واحنا موجودين وهندير الانتخابات دي جنبا إلى جنب. قالوا: الكلام ده ما ينفعش معايا وأنا بحذر من هذا السلوك. الساعة 4 العصر في نفس اليوم طلع بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة وادى مهلة 48 ساعة، يا إما تستجيبوا يا إما، ونص البيان: الجيش سيأخذ الأمور بيده ويضع خريطة للمستقبل. يعني معناها حبشيك. الكلام ده يوم 1 يوليو. ولكن سبحان الله، فأخشيناهم فهم لا يبصرون، ولا في دماغهم. طلع تاني يوم عمل بيان يتكلم 64 مرة على الشرعية. أنا الرئيس الشرعي، أنا الشرعية، أنا. يوم 3 يوليو القائد العام بعت له محمد سليم العوض والدكتور أحمد فهمي: روحوا له اهدوه، قولوا له البلد هتقع، قولوا له الاقتصاد تراجع، قولوا له البلد هتخش حرب أهلية.